مطلوب مننا كفرق توعية من تيار مدني ان احنا لما نسأل في الشارع ليه انتوا رافضين شفيق يكون عندنا اجابات موثقة، مش مجرد انه بينتمي للفلول او ما شابه. لازم نتعلم فكرة ان احنا واحنا بنجاوب على المواطن المصري نقول معلومة، والمعلومة دي تكون موثقة. ولما فكرت ازاي نجاوب على ملف احمد شفيق بطريقة موثقة، الحقيقة ما لقيتش احسن من الاستاذ مصطفى شعبان، لان هو المحامي اللي تبنى فكرة، يعني حط نفسه في وش المدفع من 25 يناير لحد دلوقتي بكم هائل من البلاغات، البعض منها أحيل للتحقيق والبعض منها مازال يعني محفوظ في الأدراج عند النائب العام. والمسألة برمتها بينت لنا كويس قوي ان في شخصيه قويه قوي غير قادره على ان احنا نتعامل معاها لا بالقانون ولا بغير القانون الحقيقه، وده اللي مخيف. علشان كده انا هكون معنيه مع استاذ مصطفى ان احنا نجاوب على الاسئله اللي بتتقال وفقا للوثائق القانونيه اللي في ايده، بما انه هو رجل قانون، علشان لا نتهم ولا احنا بنحرض. احنا بنقول مواصفات هذا الرجل 1 2 3 5. هل هذا الرجل الذي ادار فقط شركتان قابضتان قادر على اداره مصر بكل ما تحمله اسم مصر ومساحتها من بشر وملفات وهموم؟ هل التيارات اللي بتميل لفكره الاستقلال والاستقرار والراحه و هل هذه التيارات بالفعل هتديله صوتها مقابل فقط يعني فكرة الأمن الشخصي، ولا المسألة أبعد من ذلك بكثير؟ أستاذ مصطفى هيكون ملتزم معانا بالإجابات اللي ليها علاقة بالوثائق القانونية اللي تحت إيده، والحقيقة إن هو مشكورا تكبد إحساسا منه بمسؤولية المعلومة والمسؤولية اللي تقدم للوطن إنه يكون معانا النهاردة. أنا هفتح رؤوس المواضيع اللي هي الأسئلة اللي بتدار، وإذا كان متاح فيها وثائق عند أستاذ مصطفى هيجاوبنا عليها بشكل مباشر، وبعد ما هيخلص كمان هيبقى عندكم فرصة تسألوه، والمتاح أيضا من وثائق معاه ربما ما تكونش وردت على ذهني يقدر يفيدنا فيها. لأن المقصود مرة تانية كل مجموعات التوعية اللي هتنزل على الأرض عندما تسأل تستطيع أن توفر إجابة شافية. يعني خلونا طبعا نرحب بالأستاذ مصطفى شعبان ونشكره على الجهد يعني انه مش قلقان انه يجي لحد عندنا عشان يكلمنا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اول الاسئله اللي بتطرح نفسها بشكل مباشر ان المصري البسيط بيسال ان المطار هو انجاز الفريق شفيق طوال 9 سنوات او 10 سنوات تولى فيها اداره مصر للطيران. احنا حابين نعرف فكره تطوير المطار اذا كان ده متاح، وهل التطوير مطابق لمواصفات الطيران ومواصفات السلامه والامانه ولا لا، وايه اللي ممكن نرد بيه على المواطن العادي في هذا الموضوع. انا حينما نظرت للحديث اللي كل مصر استمعت له بتاع استاذ مصطفى شعبان المحامي، بالنسبه للحديث اللي مصر كلها شافته اللي كان قبيل تنحي الفريق احمد شفيق عن الوزاره او اقالته او خلعه كما يحلو للبعض ما بين المفكر علاء الاسواني والفريق احمد شفيق، حينما كان يتحدث عن المطار الجديد وكأنه الهرم الرابع، ورد في ذهني مقولة قالها الأستاذ نجيب محفوظ: ليس من العجب أن يعبد المصريين فرعون على أنه إله، لكن العجب أن يعتقد فرعون أنه إله. المشكلة أن أحمد شفيق يعلم تمام العلم ما هو المطار الجديد. خلونا نبدأ القصة من الأول كده بصورة بسيطة. فريق احمد شفيق اول ما كانت هيئه طيران مدني وجيه وعملوها وزاره، وهو كان اول من تقلد وزير الطيران المدني، حب يعمل مطار جديد لحاجات امنيه. بقى المطار القديم بينزل عند بيت الرئيس، مش عايزين الطيارات تنزل، قالوا نعمل مطار جديد. اتعملت دراسه هندسيه قالوا له فيها ان احنا ب10% احنا مش محتاجين مطار جديد، بل بالعكس انت لو بتبغي ان انت تطور المطارات بصوره اكبر وتستوعب طيارات اكتر وكده، احنا ب10% من قيمه الصفقه اللي انت هتعملها اللي هي 3 مليار و300 مليون نقدر نطور الممرات والابراج الحديثه اللي عندنا اللي موجوده فعلا، وهنستوعب الاعداد اللي هيستوعبها المطار الجديد مرتين. طرح بهذه الدراسه عارض الحائط رغم انها تمت بأيدي مصرية والأيادي العاملة في المطار اللي هم أكتر الناس فهموا واستعدوا. تم اقتراض مبلغ وقدره 3 مليار و300 مليون جنيه مصري من البنك الدولي لإنشاء المطار الجديد، وليس بنظام الBOT.
رغم ان الشركه التركيه اللي منفذه المطار عندنا منفذاه في تركيا بنظام البي او تي. تقدر تقول لنا ايه هو النظام ده؟ النظام البي او تي هي الشركه اللي بتنفذ المطار، بتتكفل بكامل تكاليف المطار، وبعد كده هي بتاخد الاداره بتاعته ومكسب يعني عدد سنوات معين لحد ما بتنتهي من مكسبها، بتدفع اللي هي دفعته وبتاخد جزء من الربح، وبعد كده بيقول المطار بكامل منشآته للدوله. لا احنا تكبدنا كامل التكلفه. وهرجع بعد كده اقول ان التكلفه دي والقروض اللي اقترضناها جت بوابل على مصر للطيران في قصه ال6 طيارات البوينج، ودي مش وقتها دلوقتي. عملنا المطار، خدته الشركه التركيه وشركتين تاني، شركه للاداره وشركه تحديث البيانات بعطاءات بالامر المباشر. مش هخوض في التفاصيل الامر المباشر، كلنا يعلم ما هو الامر المباشر. خلونا فيما بعد افتتاح المطار. المطار تم افتتاحه في نهايه 2009 يوم 2/4/2010 بعد افتتاح المطار ب4 شهور تقريبا حصلت حادثه طياره ايرباص A330 اثناء درجها، طياره A330 وهي اثناء التاكسي خبطت في الجناح الايسر في الطياره، خبط في عمود نور. حادثه ما بتحصلش في حواري امبابه، طياره بتخبط في عمود نوري. اتفتح تحقيق في الحادثه، تحقيق موجود اهو قدام الناس كلها، انتهى الى براءه الطيار وبراءه المراقب الجوي. الطيار ما هو الا ان هو بيطير بالطياره وبينزل بالطياره، المراقب الجوي هو اللي بيوجه الطيار. امال العيب فين؟ يعني ايه المشكله اللي ادت لهذه الحادثه؟ اكتشف ان العيب في المطار نفسه، من ضمنها ان مفيش لوحات ارشاديه في المطار، من ضمنها ان المطار نفسه مش بيمد المراقب الجوي بالمعلومات اللي تقول له ان النوع ده من الطيارات مسموح بيه بالدرجه ولا لا، وان المطار ما فيهوش شبكه بيانات وحاجات كتير كده. طبعا كانت كارثه ان الكلام ده يتم. قالوا نفتح بقى نشوف، تعالوا يا متخصصين شوفوا اذا كان في عيوب فنيه في المطار ولا لا. ده المطار بقى له 4 شهور. كلفوا معهد اسمه معهد تطوير البحوث والتخطيط التكنولوجي، وده تابع لهندسه الطيران المدني في جامعه القاهره. المعهد ده من شهر 6 اللي هو تاريخ الانتهاء في التحقيقات دي حتى يوم 5/1/2011 قبل الثوره ب20 يوم بالظبط، عمل تقرير وقال ان مطار القاهره فيه 35 عيب فني بيؤثر في سلامه الملاحه الجويه في مصر. 35 عيب فني ده رقم كارثي. بناء على هذا التقرير منظمه الايكاو قالت ان لحد شهر ابريل 2011 لو ما قدرتوش ان انتوا تصلحوا العيوب دي، انا مضطر اسحب رخصه الايكاو منكم، ويبقى المطار ده غير مرخص من منظمه الطيران الدولي. يعني المطار شغال يعني تابع للبلاد بس، يعني انا مش مغطيه كانه مطار داخلي. والوضع كده هيترتب ان شركات التامين هتضاعف مبالغ التامين على الطيارات والكلام ده. عايز اوضح حاجه، ان هندسه الطيران المدني او المركز ده مش هو الجهه الرسميه المنوط بيها ان هي تعد التقارير. ده الجهه الرسميه المنوط بها اعداد التقارير الفنيه عن المطار هي سلطه الطيران المدني. لما ابتديت اظهر التقرير ده في الميديا واقول المطار بايظ حقونا، ابتدت سلطه الطيران المدني تتحرك، لان هي الجهه المسؤوله كالعاده، يعني احنا ما بنتحركش غير بعد. سلطه الطيران المدني بتاريخ 14/4/2011 كتب التقرير عن المطار. التقرير ده مخالف كلا وجذرا عن التقرير اللي قبله. التقرير ده فيه 35 عيب. سلطه الطيران المدني اللي هي تابعه لوزاره الطيران قالت لا 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 لا، التقرير ده ملوش لازمه. مطار القاهره ما فيهوش 35 عيب ولا حاجه، احنا مطارنا كويس و100 ما فيهوش غير 105 عيب بس.